هاني، هاني حبيبي، هاني قوم محضرة لك مفاجأة تجنن. هاني اصحى بقى، عاملة لك مفاجأة. كل سنة وانت طيب. ايه ده؟ ايه ده يا ماما؟ وانتي طيبة يا حبيبتي، اللي انا شايفه ده بجد الكلب يا ماما اللي انا بحبه اللي طلبته منك اخيرا جبتهولي. يس، مش مصدق يا ماما. يس يس يس، كل سنة وانتي طيبة، انتي اجمل ام في الدنيا. بس يا ريت نبطل مشاكسة ومقالب ونسمع الكلام ونبقى شطار. اكيد يا ماما، طبعا اكيد هنزل بقى العب انا وهو تحت في الجنينة يا ماما، انا مش مصدق. اخيرا اخيرا، انا هسميه زيكو. يلا يا زيكو يا حبيبي، يلا عشان نلعب مع بعض يا زيكو يا زيكا يا مزيكا. ده شكلك كده من اولها مشاكس، زي رايح عند التلاجة تعمل ايه؟ يلا على بره، يلا تعالى تعالى هنا. يلا يلا ورايا، يلا يلا على بره. يلا يا زيكو اجري يا زيكو، هحدف لك الكرة يا زيكو وانت تروح تجيبها يا زيكو. انا فرحان قوي قوي، ربنا يخليك ليا يا ماما. اخيرا اخيرا جبتي لي الكلب اللي انا كان نفسي فيه. يا هاني، هاني يلا يا حبيبي كفاية لعب كده وتعالى، عايزاك بسرعة في حاجة مهمة. ايوه يا ماما، جايه اهو. خير يا ماما، في ايه؟ ملحقتش العب مع زيكو، عايزاني في ايه يا ماما؟ الأستاذ بتاعك يا حبيبي كلمني وجاي في الطريق عشان يديكي الدروس بتاعتك. ما تنساش بقى ان الأجازة خلاص خلصت، شهر 7 بيودع وشهر 8 بيبتدي، يعني لازم تبدأ معاه الدروس بتاعتك. انت يا حبيبي السنة دي سنة رابعة، وسنة رابعة صعبة قوي، المنهج كبير قوي ومليان، والمستر جاي عايز يكثفلك يا حبيبي قبل الدراسة ما تبتدي. ايه يا ماما اللي انت بتقوليه ده؟ بس يا ماما، اجازة ايه اللي لحقت خلصت يا ماما؟ ودروس ايه اللي ابتدت يا ماما؟ حرام، مش كده، بس سيبوني استمتع شوية. مش كده يعني يا ماما، ده زيكو لسه جايلي اول يوم النهاردة، ملحقتش العب معاه حتى. هاني أنا مش عايزة كلام كتير في الموضوع ده، مصلحتك ومستقبلك أهم من أي شيء. دلوقتي تطلع زيكو بسرعة للمكان المخصص ليه، ويا ريت بقى تحضر أدواتك وتجهزها على ما أروح كده أشتري شوية طلبات وأجي أجهز العصير المفضل للأستاذ بتاعك. انا مش عارف مدرس ايه يا ماما اللي ممكن يديني كل المواد في نفس الوقت. يعني مدرس يديني عربي وعلوم ورياضة كله في نفس الوقت، ازاي يعني يا ماما؟ وبعدين انا مش قادرة اصدق ان الاجازة خلصت يا ماما. انا حاسس ان انا مش قادرة اقف على رجلي، حاسس بدوخة، انا حاسس ان انا هقع من طولي يا ماما. مش هينفع كده، مش قادر. قوم يا هاني وبطل حركاتك دي، يلا مفيش وقت، قلت الأستاذ قرب يوصل، في دقيقة تكون واقف دلوقتي وتطلع تطلع زيكو مكانه وتجيب أدواتك، سمعت؟ يلا يا زيكو، ما فيهاش حل. شكل الحكاية كده دخلت في الجد والدراسة بدأت، ما قداميش حل غير ان اطلعك واجهز ادواتي. امري لله. يلا على جوا يا زيكو. ايه ده شكل المستر جه بالسرعة دي؟ ده انا ملحقتش اطلع زيكو ولا اجيب الادوات. اتفضل يا مستر، ازاي حضرتك؟ ايه ده؟ كلب؟ ايه الكلب ده؟ ايه اللي جابه هنا؟ بتاع مين الكلب ده؟ ايه يا مستر، مالك؟ ايه اللي حصل لك؟ انت دخت ولا ايه؟ ده زيكو الكلب بتاعي، ماما جابتهولي هدية النهاردة لعيد ميلادي. وحضرتك متضايق منه ولا حضرتك بتخاف من الكلاب يا مستر؟ لا 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 لا، اخاف من الكلاب؟ الكلاب ايه اللي اخاف منها يا ابني؟ انا ما بخافش من الكلاب ابدا خالص خالص. ده انا حتى بحبهم جدا وبحب العب معاهم كمان. دي كائنات جميلة ولطيفة جدا يا ابني. طب اتفضل حضرتك ادخل على ما اطلع اجيب الادوات بتاعتي. يلا بينا يا زيكو. من الواضح كده ان المستر بيخاف من الكلاب قوي، ومش عايز يبين ان هو بيخاف من الكلاب، وبيقول لي كمان ان هو بيحبها وهو يعني واقف مرعوب. انا عايز العب مع زيكو النهارده ومش عايز اخد اي دروس. جات لي فكره جهنميه. يا وادي هاني، على دماغك الجهنميه يا ولا. هنزل بزيكو واعمل نفسي ان انا هساله واخد ماده ايه النهارده، واطبق الفكره الجهنميه اللي جات لي.
هو بما إن حضرتك يا مستر بتديني كل المواد، كنت عايز أسأل حضرتك بس هجيب أدوات مادة إيه النهاردة؟ يا ابني حوش الكلب ده من هنا، انت نزلت بيه تاني ليه؟ مش المفروض انك هتحطه في المكان بتاعه يا ابني المخصص ليه عشان نعرف ناخد الدرس بتاعنا؟ هات رياضة يا ابني، ناخد جدول الضرب يا حبيبي النهارده، هات رياضة. بس يا مستر المكان المخصص بتاع زيكو مش جاهز دلوقتي، وماما لسه ما حضرتوش يعني، ولازم يحضر معانا الدرس. وزيكو بيتضايق من الرياضة قوي، اول ما بيسمع اي حاجة فيها حساب بيهوهو كده ويتعصب. أنا باقول بلاش رياضة ونخلّيها حاجة تانية. خلاص، وإحنا نقدر على زعل أستاذ زيكو، بلاش رياضة يا حبيبي، بس خُده من جنبي واخلص، خلّيها علوم يا حبيبي، يا رب أستاذ زيكو يكون بيحب العلوم. إيه؟ علوم إيه يا مستر بس، وقفص صدري إيه، وجهاز تنفُّسي، وجهاز هضمي، وصور بقى عجيبة أول ما زيكو يشوفها بقى يجوع وما نعرفش نسيطر عليه. هو إحنا هندّي الدرس النهارده لزيكو والّا إيه؟ يكونش زيكو عايز ياخد دراسات النهارده؟ خلاص يا حبيبي نخلّيها دراسات أحسن. لا، لا، لا يا مستر دراسات إيه؟ دي مادة طويلة أوي، التاريخ باقي على جغرافيا، مش هنخلص النهارده، وهيزهق مننا بقى ويقعد يتنطط حوالينا، مش حل يا مستر، لأ مش حل. أنا حضرت معاك ومع زيكو في اليوم اللي مش عايز يعدّي ده، يا ابني خده من جنبي يا ابني، لا نافع رياضة ولا علوم ولا دراسات، عايزين إيه بس؟ رسم يا مستر. رسم إيه يا ابني؟ من إمتى أنا بادرّس رسم؟ أنا مش مدرس رسم يا حبيبي، بُص خُد زيكو بعيد عني وروح هات اللي أنت عايزه، هات يا حبيبي رسم، هات أي حاجة، روح، بس خُد زيكو بعيد عني. ها 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 ها، ونجحت الخطة الشريرة بتاعتي، ومش هاخد درس النهاردة، هاطلع بقى أجيب التاب التطبيق الرسمي اللي أنا محمّله عليه، هالعب شوية مع المستر بتاعي وبعدها آخد زيكو على الجنينة نلعب سوا، خلّيك هنا يا زيكو على ما أطلع أجيب التاب بتاعي بتاع الرسم وآجي على طول. ياه! أنا اتأخرت أوي في شِرا الطلبات على المستر. يالّا أقدّم له بقى العصير المفضل بتاعه. إزيك يا مستر؟ إيه ده؟ إيه اللي جاب الكلب هنا؟ أنا مش قايلة لهاني يطلّعه في مكانه المخصص؟ اتفضل يا مستر العصير. أنا باعتذر لحضرتك على الموقف ده. أنا لازم أعاقب هاني. إزاي يخلّي الكلب موجود معاه في الحصة، وأنا قايلة له بمجرد ما المستر ييجي طلّع الكلب في مكانه المخصص. الولد ده ما بيسمعش الكلام ولازم يتعاقب عقاب شديد. لا يا فندم ما فيش أي مشكلة من الكلاب خالص، أنا ما باخافش من الكلاب وباحبها، باحبها أوي. كل الحكاية بس إن هو قال لي إن لسه حضرتِك ما جبتيش مكان مخصص للكلب. مفيش فايدة في الولد ده، مش عايز يبطل مشاكسة ومقالب وكدب أبدا. أنا لازم أعاقبه عقاب شديد. أنا بعتذر لحضرتك على الموقف ده. المكان المخصص بتاع الكلب كان موجود وجاهز، هو أكيد عمل كده عشان ما يحضرش الدرس النهاردة. أنا هاخد الكلب دلوقتي أطلعه في مكانه، وهو أكيد هيجيب الأدوات وينزل لحضرتك، ومش هوصي حضرتك بقى تعمل معاه إيه. عايزة حضرتك تكثف له عشان ما يعملش كده تاني. يا سلام على دماغك الجهنمية يا واد يا هاني، هالعب باللعبة الجديدة اللي نزلتها على التاب وفي نفس الوقت هالعب مع زيكو ومفيش درس النهاردة. ايه ده؟ ايه ده؟ فين زيكو؟ زيكو راح فين يا مستر؟ مش كان هنا مع حضرتك؟ ده شكلك ما تعرفش إن زيكو راح مع مامتك للمكان المخصص بتاعه اللي مامتك كانت عاملهوله، واللي انت كنت بتقول إن ماما لسه ما عملتلوش مكان مخصص. صح يا هاني ولا إيه يا حبيبي؟ جايب لي بقى التطبيق الجديد بتاع الرسم عشان أرسم معاك فيه؟ لا يا حبيبي أنا مش برسم، أنا اتعلمت رياضة تانية خالص، رياضة الكاراتيه يا حبيبي ورياضة العنف. تعالى بقى أوريك بنلعبها ازاي. يلا يا حبيبي كده، 1 2 هوب، هاتلي الحساب مع الدراسات مع العلوم كله يا حبيبي مرة واحدة.